السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر عن فترة الانقطاع الماضية، بعدتم ولم يبعد عن القلب نوركم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. في الواقع لم يشغلني عنكم إلا حبيب، بل هو رأس الأحباب. في ذا الدنيا دروب الشر إن زانت علي يطري، خيال صورة عندي بقلبي لها مشراح. تزلزل كل ما فيني، تدري يا ولد تدري، إذا عيت علي ترضى أطيح بحضنها نواح. قالوا عرفنا مقصدك، حنا عرفنا مقصدك بدري. تقصد حبيبتك طبعا وتقصد عشقها الفضاح. قلت لا حشا، أقصد أمي، حشاشة جوفي وصدري، وتحت أقدامها ربي للجنة جعل مفتاح. أنا حاليا في رحلة علاج مع الوالدة، متعني الله بطول عمرها وشفائها، وجزا الله خيرا كل من دعا إليها بالصحة والعافية. لعل المتابع للأخبار يرى أنه بالأمس تم تداول أخبار أنه سيتم الإفراج عن المحكومين بأحكام قضايا الرأي، وتم نفي هذا الخبر اليوم. وأجزم أن هذه الفقاعة لم تثار إلا لإلهاء الناس عن قضية كانت متصدرة الإعلام في هذه الفترة الماضية، وهي رفع أسعار البنزين. سابق كان عذر بعض أعضاء مجلس الأمة أنهم لا يعلمون. صحيح أنه عذر أقبح من ذنب، لكن هذا كان عذرهم، والله ما كنت أدري، والله ما درينا، والله ما عرفنا، هذا اللي صار. أما اليوم بعد تويتر وبعد وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هذا العذر غير ناجع، بل بعد جلسة 13/4/2016 لن يكون هذا العذر نافع. في تلك الجلسة والتي كانت معنية بمناقشة إصلاح الوضع المالي للدولة، قالت الحكومة صراحة أنها ستخفض الدعم عن الوقود. ما عذرهم الآن؟ للعلم، يكون خفض الدعم عن سلعة ما هي أن تأتي الحكومة بسلعة من الخارج تستوردها، ثم تقوم بدعم هذه السلعة لتقديمها للمواطن بسعر أقل. وعلى سبيل المثال مع عدم المؤاخذة، الأعلاف تشتريها وتستوردها الحكومة ثم تعيد بيعها للمواطنين أصحاب الماشية بسعر أقل. وقد قصدت أن أختار جلكم الله الأعلاف كمثال، لأنه في حال رفع الدعم عن الأعلاف سترتفع أسعار اللحوم فيتأثر كل بيت. أما الوقود كما تعلمون فهو مشتق من النفط، السلعة أو المنتج الوحيد في الكويت الذي ينتج، فكيف تقوم الحكومة برفع سعره؟ أسعار المحروقات ومنها البنزين مرتبطة ارتباط وثيق بأسعار النفط العالمية، فإذا انخفضت هذه الأسعار انخفض سعر هذه المحروقات إلا في الكويت. في ظل انهيار أسعار النفط وانخفاضها، قامت الحكومة برفع أسعار المحروقات ومنها البنزين بحجة أننا نريد أن نساعد الاقتصاد الوطني. وهل انعدمت الحلول الاقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي إلا فقط من جيب المواطن؟ امنعوا الأعطيات والمنح الخارجية لمدة سنة واحدة، وستوفر الحكومة بذلك أضعاف مضاعفة ما توفره من جيب المواطن عن طريق رفع أسعار البنزين. كل ما توفره الحكومة من رفع أسعار البنزين 200 مليون دينار، بينما في عام واحد قدمت الحكومة من الاحتياطي العام لدولة واحدة مليارات. للعلم كنت في مجلس الأمة وقد قدمت مشروع قانون يمنع الحكومة من إعطاء الهبات والقروض والمنح. قانون يمنع الحكومة من الأعطيات والمنح والهبات إلا بعد أن تعرضها على مجلس الأمة، ولكن قصر عمر المجلس حال دون إقرار هذا القانون. على كل حال الحكومة ستستمر بوضع ما تسميها الحزمة الاقتصادية التي ترتكز على جيب المواطن للأسف. لكن أين مجلس الأمة؟ في السابق إذا صدر قانون وافق على مجلس الأمة ونوقش أحد الأعضاء فيه، مثل قانون الشركات ولا قانون البلدية ولا قانون الجرائم الإلكترونية، يرد يقول ما تبغى العلاج بالخارج. يحاولون إلهاء الناس عن طريق إرضائهم بالضباط ولا العلاج بالخارج. الحين لا في لا ضباط ولا في علاج بالخارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف لأن العلاج بالخارج استخدم كترضيات، أصبح اليوم المحتاج الحقيقي للسفر لتلقي العلاج غير قادر على السفر. بل أسوأ من ذلك من هم موجودون في بلاد يتعالجون فيها وقد حدد لهم مواعيد لإجراء عمليات وجراحات أمرت وزارة الصحة بإعادتهم، ومع ذلك يبقى أعضاء مجلس الأمة عاجزون. قيل يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. أعتذر منكم عن الإطالة، ولنا لقاء قريب إن شاء الله. جزاكم الله خير.